عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعي كرة القدم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في الكورة مع الدمرداش. طبعا غبنا عليكم وكانت فترة كبيرة جدا، بس كانت غصب عني ووحشتوني جدا. لأني للأسف الشديد كنت في وعكة صحية شديدة جدا. انتوا عارفين الجو المناخ دلوقتي للأسف الشديد يعني مليان فيروسات والكلام ده كله، فالحمد لله نحمد الله ونشكر فضله. نبدأ حلقتنا اليوم طبعا نبارك للنادي الأهلي على أدائه الرائع في المباراة الأولانية في افتتاحية أندية العالم. قدم مباراة ولا أروع من كده، أحرز فيها 3 أهداف وصقر من أوكلاند سيتي. المباراة قادمة موضوعنا النهاردة في الحلقة. مباراة هتقام غدا إن شاء الله في تمام حوالي الساعة 7 مساء توقيت القاهرة. طبعا اعتماد مستر كولر على التوازن الدفاعي والتوازن الهجومي، وطبعا الكثافه الجميله اللي هو عاملها في وسط الملعب. النادي الاهلي قدر مستر كولر يقدر يعرف مفاتيح لعب النادي الاهلي، قدر ان هو يقيم اداء لعيبه النادي الاهلي كويس قوي، قدر ان حصل فيه انسجام فكري بينه وبين اللعيبه دلوقتي في النادي الاهلي. فطبعا منتظر التشكيل، نقول التشكيل الاول مبدئيا وبعد كده نشرح اسلوب لعبه امام سيتال الامريكي. طبعا هيبدا من الشمال علي معلول، سيرد باكين محمود متولي ومحمد عبد المنعم، ناحيه اليمين محمد هاني، في وسط الملعب اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، ثلاثي خط الوسط الرائع. خط الهجوم احمد عبد القادر ومحمد شريف وحسين الشحات. ده التشكيل المتوقع امام سيتال الامريكي. طبعا اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن اسناد المباراة النادي الاهلي ضد سيتال الامريكي الى الحكم الانجليزي انطونيو تولر في ربع نهائي كأس العالم للأندية. تمام؟ طيب ده كان تشكيل المتوقع للنادي الاهلي امام سيتال الامريكي. شكل النادي الاهلي او نجاح النادي الاهلي واسلوبه اللي هو في طريقه 4-3-3. طبعا الطريقه دي ممتازه جدا، بتعمل توازن ما بين الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه عن طريق كثافه لاعيبه نص الملعب، وهو ثلاثي وسط الملعب. ثلاثي وسط الملعب المنظم المنسجم، بدا يفهموا ادوارهم كويس جدا على اعلى مستوى. بدا يبقى في ربط ما بين اليو ديانج مع محمد مع عمرو السولية، عفوا مع حمدي فتحي. طبعا في ملحوظه كويس قوي، مفيش لا مركزيه في وسط الملعب. طبعا في تاخير في النسبه حسب اتجاه اللعب والكلام ده كله بالنسبه لاتجاه الكوره يعني. بالنسبه للعيبه الوسط حسب رؤيه اقرب لعيب وسط موجود متواجد ناحيه الكوره، بس في نفس الوقت في لا مركزيه، يعني في تبادل الادوار ما بين حمدي فتحي وما بين عمرو السولية وما بين ديانج، بندي كثافه كويسه قوي وعدم مراقبه للخصم ليهم. وفي نفس الوقت بدا يبقى فيه كرات سريعه كويسه قوي بنشوفها ما بين الفرقه. حصل فيه تنقلات كويس قوي من تركيز على اللمسه واللعبه والوان تاتش، بيتعمل بسرعه، والتحول من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بسلاسه وباسلوب سريع جدا واسلوب واضح. وفي هدف كويس قوي ان هو الاختراق عن طريق الاجناب، سواء حسين الشحات في قمه تالقه بصراحه في المباراه الماضيه، واحمد عبد القادر، حتى البدلاء اللي نزلوا كهربا او اللاعب التاني او طبعا بيرستاو. طبعا حصل فيه طفره كويسه قوي في الناحيه الهجوميه. حصل فيه برضو في الناحيه الهجوميه في سرعات، في تحركات بدون كوره. كل الكلام ده كله مدي اغلبيه للنادي الاهلي امام اوكلاند سيتي. نتمنى ان شاء الله هنشوف المباراه امام سيتال الامريكي فيها سرعه، فيها تغيير اللعب بشكل سريع ومفاجئ، فيها التحول السريع من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه عن طريق الاجناب وعن طريق ثلاثي محور اللعب الرائع. نتمنى ان شاء الله نبارك للنادي الاهلي، سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او اي مشجع بيشجع وبيحب لعبه كره القدم، يكون مساند للنادي الاهلي في المباراه ان شاء الله غدا. نبارك للنادي الاهلي ان شاء الله، ويقدر ان هو يحقق
ان شاء الله مستوى محترم يليق بيه بسمعته وبسمعة الكرة المصرية. وان شاء الله نشوفكم بإذن الله تعالى في حلقات جديدة، مع تحياتي وائل الدمرداش.